السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخوتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واكثروا من الصلاه على حبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد. النهارده عندنا موضوعين غايه في الاهميه، ويمكن انا طلعت النهارده او طلعت في الوقت دوت قبل مباراه الاهلي امام حرس الحدود الساعه 8 ان شاء الله. بس في حاجات كتير ما كانش ينفع الواحد يعديها كده ويسكت عليها، واهمهم بيان الزمالك اللي اصدر في الفجر. مش عارف انا بيان ايه اللي ممكن ابقى انا قاعد كده، يعني انا مش قادر ان الصبح يطلع عليا مثلا، مش قادر ان الساعه مثلا تيجي الساعه 9 و10، مش قادر ان الصبح والنهار اللي يعني استنى. لا، البيان تم اصداره فجرا. عشان ايه؟ يبقى بيان شديد اللهجه. ويا ريته البيان بيطلع في ان مثلا ايه، انا بتكلم بدور على حقوقي او انا عندي مشاكل، او مثلا اللي اصدر البيان او اصدر العقوبه عليا عنده مشاكل، فانا من خلال المشاكل دي بطلع اتكلم. ما انت بتطلع تقول، يعني انت مره طلعت تقول ان الحكام والناس دي ماشيه بتدير غلط لصالح فئه معينه، وطلعت بعديها لما الاهلي اتحط معاك في ان في منافسه او في مباراه احنا محتاجين تحكيم اجنبي عشان يبقى في نزاهه، قلت لا انا هلعب المباراه بالتحكيم المصري، والتحكيم المصري 100 100 وزي الفل والناس بتدير صح. انت مشكلتك فين؟ احنا عارفين مشكلتك النادي الاهلي، فخلينا نسد عليكم البيان. وعشان اشوف اوريك بس ان البيان ده طالع كمان، مش طالع يقول لك ايه ان انا عندي عقوبات. طب انا عايز اعرف ايه المشاكل اقدم استئنافات. لا، هو البيان طالع بيتجه لحته معينه، المؤامره برضه، نظريه المؤامره برضه. تعال نتكلم. يعلن اولا الزمالك، اولا دي حاجه معروفه، يعني ده في اول بيانات. يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفضه القاطع للمعلومات التي أو للعقوبات التي وقعتها لجنة المسابقات برابطة الأندية، تمام، على جماهيره عقب مباراته أمام المصري في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. لحد هنا احنا في مشكلة وفي عقوبات نازلة، فاحنا ايه، عندنا رفض قاطع، مش موافقين على الكلام اللي بيحصل ده. حاضر يا باشا، كمل. وفي الوقت الذي يأسف فيه نادي الزمالك لأي تصرف من جانب قله من الجماهير اثناء المباراه، يعني بيقول لك ايه اللي بيعمله قله من الجماهير ده احنا مالناش دعوه بيه، ما يخصناش، فانه ينبغي التاكيد على انه هذا التصرف كان رد فعل. يعني بعد ما بيقول لك انا ماليش دعوه، ده قله قليله من الجماهير هي اللي بتتصرف التصرف ده. بس حاجه تانية معاها، ان فانه ينبغي التاكد على هذا التصرف كان رد فعل امام غياب العداله من حكم المباراه. ايه ده؟ هو الحكام المصريين وحشين؟ انت بتعلق على الحكام ليه؟ ما انت عاجبك الحكام المصريين، ما انت ما رضيتش تاجل المباراه 24 ساعه لاستقطاب حكام اجانب لمباراه القمه. مالك؟ ايه اللي حاصل؟ بتصيح ليه وترجع تقول لك الاهلي؟ لا، احنا معاكم في المنظومه التعبانه دي، احنا يعني عايزين نديكم على دماغكم خلاص. ما علينا، خلينا نكمل. فإنه ينبغي التأكيد على أن هذا التصرف كان رد فعل أمام غياب العدالة من حكم المباراة بعد إلغاء الهدف الذي سجله ناصر منسي، إلى جانب القرارات الأخرى التي تضررنا منها. تحكيم عليك وعلينا يا باشا، مش عليك لوحدك. فخلينا نكمل. وانت اللي بتقول الكلام دوت، انت ناس كتير من عندك بتقول ان التحكيم، ان احنا ملناش حقوق، بس احنا ايه، بنحاول نعمل نظريه المؤامره عشان ناخد اكتر من حقوقنا. واكتر من مسؤول عندك قال الكلام ده، مش انا اللي بقوله من عندي. ولهذا يطالب الزمالك بعدم اسناد اي مباراه قادمه للفريق الى كل من، يعني اي مباراه هتتلعب بعد كده ما تسندهاش للحكام دي، امين عمر والحكم محمد الصباحي، نظرا لتكرار الاخطاء مهما منهما بشكل اثر سلبيا على نتائج المباراه. طب هو الحكام اللي اثروا عليك سلبيا ولا زيزو؟ يعني عدم مشاركه زيزو في المباريات هي اثرت عليك سلبيا؟ ارجع للبيانات هتعرف ان هم برضو اللي قايلين الكلام ده. ويدرك نادي الزمالك تماما ان هذا النوع من العقوبات الموقعه على جماهيره ياتي في توقيت حاسم من عمر المسابقه، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك. نظريه المؤامره ظهرت اهي تعالى. التحيز والتحفز ضد الزمالك واتباع سياسه الكلب مكيالين وسط معايير مزدوجه، خاصه واننا شاهدنا في نفس الجوله غض الطرف عن جانب الحكام معاقبه لاعب جذبه من ملابسه. بيتكلم على مين؟ على امام عاشور لما شد الحكم او مش شده، مسكه من التيشيرت زي ما بيقولوا. فانت مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه مشكلتك؟ ما احنا عايزين نفهموا ايه مشكلتك.
هقول لك ايه مشكلتك دلوقتي. ملابسه في مشهد كان مرأة من الملايين، وربما كان ذلك بسبب خوف الحكم أو غياب ضمير المراقب بعد ذكر الواقعة، إلى جانب التقصير المتعمد من جانب أحد مراقبي المباراة حاسمة في الجولة الثانية في رصد السباب الجماعي لتفادي عقوبات حرمان الجماهير، من عكس ما يحدث مع الزمالك. سمعت الجماهير؟ طب ما تبعت لنا فيديو، عايزين نشوف الجماهير وهي بتسب مين. ابعت لنا فيديو نشوف. ورغم كل هذه المواقف المعبرة عن غياب النزاهة والشفافية، أن نادي الزمالك لا يطلب إلا إلغاء أو تخفيف العقوبة الموقعة مؤخرا على جماهيره، إلا أن المساواة على حقوق الزمالك مرفوضة ولن تخضع لأي شكل من أشكال الضغط، خاصة وأننا بعد أيام قليلة من القرار النهائي على بعد أيام قليلة من القرار النهائي للجنة التظلمات باتحاد الكرة بخصوص القرار الصادر من مجلس إدارة الرابطة بشأن مباراة القمة، وتأكد مجددا تمسكنا بتطبيق اللوائح والعدالة بدلا من الالتفات عليها كما يحاول البعض. عاشت نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. يعني بيقول لك ايه بالعربي كده، ان في كمان ايام هيتم اصدار القرار النهائي في مباراه القمه اللي هم قال لك ايه، لا مش هنسحب معاك، انت انسحب انت وناخد الست نقاط، الثلاثه في اخر الموسم والثلاثه بتوع المباراه. ليه؟ الكلام ده بيدس بقى ايه اللي بيقول لك دس السمن في العسل ونظريه المؤامره والشغله دي. ربنا يهديكم. وبعدين بعيدا بقى عن بيان الزمالك، مالك يا حاج رامي؟ مالك يابا؟ مالك؟ ايه مشكلتك؟ عايز 85 مليون في موسمين ليه؟ مدافع مالدين انت؟ يعني مدافع انتر ميلان؟ مدافع مانشستر سيتي حضرتك ولا مش فاهم انا؟ حاج رامي عايز 50 مليون؟ اتفضل، عندك بيراميدز بيدي بال60 وبال70 وبال100 مليون. روح ربنا يسهل لك الحال وييسر لك حالك بعيدا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي مش ناقص. النادي الاهلي عايزين احنا مدافعين في كاس عالم للانديه، وانت مش هتقدر تكمل في كاس العالم. سلام.